واحد من أعظم رواد النهضة الاقتصادية في مصر والعالم العربي. مش مجرد رجل اقتصاد، ده كان صاحب رؤية وآمن بأن الاستقلال الحقيقي ما بيكتملش إلا بالتحرر الاقتصادي. في وقت كانت مصر بتعاني من الهيمنة الأجنبية، كان شعلة أمل لقوة وطنية اقتصادية. قصة بعتبرها مصدر إلهام لكل من يسعى للتغيير بالإرادة والعمل. ومعانا النهاردة صاحب حلقتنا هو محمد طلعت حسن محمد، النشأة بمنطقة قصر الشوق بالقرب من مسجد سيدنا الحسين في حي الجمالية، وكانت بتنتمي عائلته إلى الطبقة المتوسطة اللي كانت بتمتد جذورها إلى قرية ميت أبو حلاوة، إحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكر، التحق بالمدرسة الابتدائية ومنها إلى التوفيقية الثانوية بحي شبرا، وبعد كده اختار يدرس القانون وحصل على شهادة مدرسة الحقوق عام 1889. بجانب الحقوق كان مهتم بالاقتصاد، وبالفعل درس علوم الاقتصاد وكان مهتم بيها جدا. وبكده هنبدأ بقى نحكي القصة. الظهور الأول كان 1905 وظهر كرجل اقتصاد وطني، أما تعين مدير لشركة كوموم وبعد كده مديرا للشركة العقارية المصرية، واللي عمل على تمصيرها حتى أصبحت معظم الأسهم ملكا لأبناء الوطن. من سماته وصفاته الشخصية هادي الطباع، شجاع، قائد ناجح، ذكي، عنده قدرة عالية على البحث وجمع المعلومات اللي بيتكلف بيها، ودي كانت أهم صفاته. ندخل بعد كده على كتاب قناة السويس. طلعت حرب ألف كتاب عن قناة السويس في 1910 اللي أكد فيه أهمية قناة السويس اقتصاديا وسياسيا، ودورها في استقلال مصر عن الغرب، وضرورة استغلال القناة في مشروعات تخدم المصالح الوطنية المصرية. والكتاب ده كان له دور مهم في تأميم قناة السويس في عام 56 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. ويجي الدور على بنك مصر. فكرة إنشاء بنك مصري ده كان حلم بيراود ناس كتير من عهد محمد علي باشا. استطاع طلعت حرب تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى بنك مصر، وصدر المرسوم السلطاني من سلطان مصر أحمد فؤاد الأول بتأسيس الشركة، ونشر مرسوم التأسيس في 13 إبريل 1920. وكان دور طلعت حرب كبير إنه قدر يقنع 126 مساهم جميعهم من المصريين، وكانت الأسهم بالاكتتاب بمبلغ 80,000 جنيه لإنشاء شركة مساهمة مصرية تسمى بنك مصر برأس مال مصري وكوادر مصرية. وألقى طلعت حرب خطبة في دار الأوبرا المصرية بمناسبة الافتتاح، وكان الافتتاح الرسمي للبنك في 10 مايو 1920. وأصبح بنك مصر منافس قوي للبنك الأهلي اللي كان بيمثل سلطة الاحتلال الاقتصادي الإنجليزي لمصر في وقتها. ومن فكرة إنشاء بنك مصر إلى تحويله إلى دعم للمشروعات القومية. الحلم الأول لطلعت حرب هو إنشاء مطبعة مصرية يدعم من خلالها الفكر والأدب، وبالفعل استطاع تنفيذ المشروع من ضمن مشروعات بنك مصر في 15 أغسطس 22. وأنشأ شركة مصر لصناعة الورق في عام 1923، وشركة مصر لحلج القطن في عام 1924، وشركة مصر لصناعة السينما في عام 1925. وساهم في إنشاء شركة مصر للطيران. وساهم البنك في كتير من المشروعات على جميع القطاعات: عقارية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتأمين. أصبح بنك مصر اللي تأسس على إيده سنة 1920 أحد أكبر البنوك في السوق المصرفي المصري. التحدي اللي بعد كده كان مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى. وفي مايو 1927 في المحلة الكبرى بدء تشغيل مصنع الغزل والنسيج على يد أبو الاقتصاد المصري طلعت حرب، أما قرر إنه ينشئ شركة لصناعة القطن على مساحة
كانت قدرها 32 فدان، وبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع سنة 1930. طلعت حرب كان له فلسفته الخاصة، وهي تمصير الاقتصاد المصري. النقطة اللي بعد كده كانت الثقافة والأدب. مع كل العلم والخبرة والشغل والدراسة، إلا إنه كان راجل مثقف وكاتب. كان محارب في معركة أدبية وفكرية ما تختلفش عن نفس معاركه اللي كانت موجودة في الاقتصاد وفي العمل والصناعة. أصدر كتاب قناة السويس سنة 1910، وأصدر كتاب علاج مصر الاقتصادي سنة 1911، وأصدر كتابا غاية الأدب في صناعات شعر العرب. كان له بعض الإسهامات الشعرية والقصائد الشعرية. وفي سنة 1927 نشرت مطبعة مصر كتاب من 3 أجزاء اتسمى مجموعة خطب محمد طلعت حرب باشا. الأزمة الكبرى بعد كل النجاح ده، في أزمة في 1 سبتمبر 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية، وأثرت على الاقتصاد المصري وحالة من الكساد. وبرغم النجاح إلا إن بنك مصر اتأثر جدا، ومخاوف المودعين بسبب الحرب أدت إلى سحب الودائع، وده طبعا تسبب في أزمة سيولة كبيرة للبنك. مش بس كده، زادت الأزمة أكتر مع سحب صندوق توفير البريد كل الودائع بتاعته اللي كانت في البنك. وعشان يتجاوز الأزمة دي كان لازم طلعت حرب يلاقي مخرج. إيه هو المخرج؟ البنك الأهلي راح لمحافظ البنك الأهلي الإنجليزي السير إدوارد للحصول على قرض بضمان محفظة الأوراق المالية، ولكن رفض منحه القرض. لجأ للحكومة المصرية واتجه إلى وزير المالية اللي كان في الوقت ده حسين سري باشا إنه يصدر بيان في الصحف بضمان ودائع المودعين، أو إن البنك الأهلي يقدم له القرض بضمان محفظة الأوراق المالية، أو الأمر بوقف سحب ودائع صندوق البريد. رد عليه سري باشا قال له بشرط واحد، تسيب البنك. رد عليه حرب باشا، مادام فطرت حياة البنك امشي انا ويعيش البنك. وبالفعل قدم طلعت باشا استقالته. الجوائز والأوسمة اللي حصل عليها طلعت حرب كانت من داخل مصر وخارجها. في عام 1905 منحوا الخديوي عباس لقب البكوية، وفي عام 1931 منحوا الملك فؤاد رتبة الباشا بعد افتتاح شركة مصر للغزل والنسيج. أهدى الملك عبد العزيز آل سعود ملك السعودية كسوة الكعبة المشرفة سنة 1937. وفي سنة 1960 قرر الرئيس جمال عبد الناصر إطلاق اسم ميدان طلعت حرب مكان ميدان سليمان باشا سابقا. وفي الذكرى ال60 لتأسيس البنك تم تكريم اسم طلعت حرب من الرئيس السادات، وأهدى لأسرته قلادة النيل العظمى تكريما لمجهوداته. وقامت الإذاعة المصرية سنة 1981 بإنتاج مسلسل إذاعي عن طلعت حرب بيحكي قصة حياته. وفي سنة 1970 و 1992 أصدر البريد المصري طابع بريد تخليدا لذكراه: ثائر لا تنتهي آماله، خالد لا تنطوي آجاله. زي ما غنى كوكب الشرق أم كلثوم في ذكرى تخليد طلعت حرب. وبعد مشوار طويل ومشوار نجاح ومشوار كله كفاح، توفى طلعت حرب في 13 أغسطس سنة 1941، وتشيعت جنازته الكبيرة من بيته في شارع الملكة نظلي وسط حضور العديد من موظفين وكبار الدولة ومفوضون من دول أجنبية وأعضاء وموظفين مجلس إدارة بنك مصر. وكان على رأس المشيعين مندوب من جلالة الملك فاروق الأول مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر، وشيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغي. وبكده تكون خلصت حكايتنا، ولكل حلقة رسالة. ورسالة حلقة النهاردة هقول فيها رسالة لكل رجل وطني مصري، للراجل اللي مش مستني التسقيف واللي ما بيسعاش خلف الأضواء، اللي جعل من إتقانه لعمله رسالة، ومع كل إنجاز بصمة بتكون بصمة فخر لوطنه. انت مش مجرد موظف بيعمل واجب، انت جندي في ميدان الشرف بتقاتل بالضمير. انت الصورة الحقيقية الوطنية دي اللي ما بتتقاس بالشعارات، بل بعرق الجبين وبقوة الإرادة وبالعطاء الصامت. تحية ليك والكل من يشبهك، رجالة ما تتعرفش إلا في وقت الشدة ووقت ما تكون مصر محتاجة ليك.
لو حلقة النهاردة ورسالتها عجبتكم ما تنساش دعمك بلايك وشير للقناة. أقاويل شرف.